فينا صحاب الذهب والفضه؟ واش الذهب دار على الزينه؟ الذهب ما بداش على الزينه. في رورمونت مسجد توعد جمعت 5 كيلو ديال الذهب في 3 ايام. باقي عاقل على النساء الله يحفظهم ويبارك فيهم اللي تحايد في الرومون كيلوحوا في داك الشيء ديالهم من وراء الحيط. بحال الحوايط بحال ما كاينين ورا النساء. عاقل شي اخوات قلت لهم بحال ما كنت كنضحك، قلت لهم لا باقا معاكم شي وحده مديره شي خاتم حيدوه ليها بالزز، شدوا واحد الاخت كتفوها وحيدوا ليها كتموت بالضحك، حيدوها ليها ولاحوا لي الذهب. المسجد باذن الله تعالى قولوا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. مؤخرا نيضا واحد القلبله كبيره هنا في المغرب على الداعيه ابو حمزه. قال لك بلي جمع شي ذهوبات من عند العيالات وشي تبرعات، وملي تفرج في هولندا دخل المغرب ودار بهم مشروع عباره على مطعم في مدينه طنجه، حيت هولندا رفعت به دعوه. دابا جوج ديال التساؤلات تيدوروا في ريوسنا، هو واش بصح هذا ابو حمزه نصاب ولا غير ظالمينو؟ قالوا فيا ما لم يقله مالك في الخمر، اقسم بالله انهم كل هالكلام مؤلفات. في هذا الفيديو غادي نديروا التحقيق عليه باش نلقاو الاجوبه على هاد التساؤلات. كما تنعرفوا ان المغاربه معروفين بالخير وبجوده الكرم، وحاجتهم ماشي ديالهم وسيعطيو ديك الصدقه في سبيل الله. ولكن الغلط اللي كنديرو هو ما كنعرفوش لما نعطيوها باش داك الشخص يوصلها لدوك الناس اللي محتاجين. وباش نعرفوا واش هاد السيد ابو حمزه واش تيوصل هاد الصدقه للناس اللي محتاجين ولا لا، اجي نقولوا لابو حمزه يعرفنا على راسو هو الاول، عاد باش نشوفوا هاد الحريره ديالو فين غادي توصل. البح عبد العزيز ابا حمزه من مواليد مدينه المحمديه. هاجرت الى هولندا، مشيت لهولندا وانا شاب صغير. ذهبت الى ماراثون روتردام، غادي نمشي نجري الماراثون ديال روتردام. فكان الغرض ليس هو ماراثون روتردام، انما كان الغرض كما نقولوا نحرقوا. فيسر الله تبارك وتعالى انني تزوجت، لقيت واحد السيده الزوجه ديالي السابقه هي الطليقه ديالي الان، هولنديه شرطيه كانت في البوليس. فيسر الله تبارك وتعالى اني تزوجت بها وصوبت الوثائق. السيد كما سمعتوا بسبب الفقر اللي كان عايش فيه مشى حرق لهولندا، وصل تماك تعرف على واحد السيده بوليسيه تزوج بها، وفاش صيبت ليه الوراق طلقها. سي ابو حمزه بغيت نسولك الله يجازيك بخير، واش تبارك الله عليك قريتي العلوم الشرعيه ولا قريتي عند شي فقيه؟ يعني كيفاش حتى رجعتي داعيه؟ اجمل شيء في الحياه ديالي وهو الدخول الى هذا الباب، باب الدعوه ولله الحمد. فهذا الامر أول شيء قمت به في باب الدعوة وهو خطبة جمعة لم أحضر لها. فالإمام ما كانش، ما حضرش الإمام، ما جاش، فإذا بهم لم يجدوا غير ويبحثون هنا وهناك، فإذا بالأصابع تشير إلي. الفقيه اللي تسنى بركته دخل الجامع بلغته، يعني السيد راه ما قرا لا على علوم شرعية لا والو، ولكن ما نعرف يكون تولد هو إمام. أجي نشوفوا أول خطبة ديال هاد السيد أبو حمزة علاش تتهضر. وذهبك أختاه أماه، ذهبك وفضتك اليوم تساوي جنة عرضها كعرض السماء والأرض. الخطبة عبارة على ميساج للناس وخصوصا النساء باش يخرجوا الذهب ديالهم وفلوسهم يصدقوها في سبيل الله. ولكن السي حمزة علاش كتب في العنوان خطبة الجمعة لأستاذ عبد العزيز أبو حمزة؟ هي أستاذ ماشي مشكل، ولكن الداعية كيفاش درتي ليها؟ المهم ما علينا. بغيت نسولك واحد السؤال واحد اخر، علاش تيقولوا لك ابو السماعات؟ يلا عيط لي دابا قال لي السماعات، قال لي السماعات. واش اختك معلين مع من كدير السماعات؟ خاصك تشوف اختك السماعات امتى خرجوا. حنا واحد النهار لي زيكوتور ولا شي 2 مرات ولا 3. واش متاكد درتيهم غير 2 المرات ولا 3؟ عرفتي شنو، اجي نحسبوهم بالي تكون قل من 2 ولا 3. الوضع وما يحدث في المسجد الاقصى حقيقه يعني لابد المسلم حقيقة أن يتألم، لابد أن نتألم لما يحدث. لا يجوز أبدا أن تمر علينا هذه الأحداث أمر عادي. البعض حتى يمكن يشوف التلفزيون أو وهو يرى عن فلسطين وعن كذا وما نرى عن فلسطين. أقول لابد أن نتذكر. ولكن سودة بنت زمعة أم المؤمنين بلغها أو أحست أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يفارقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أريد أن أهب ليلتي. السحر واش كاين؟ بغيتي تكذبوا به؟ فألقي السحرة ساجدين. فهو يشفين. إذا مرضت فهو يشفين. المرض معاشر الأحباب قرين الإنسان. مر على الأنبياء وهم صفوة ولد آدم. مرضوا. إن المرض
الأنبياء مرضى، هو الذي لربما بلغنا أعلى درجات التوحيد، والمرض هو الذي يبلغ بينما الإنسان في حياته معافى غافل. أيهما الأفضل طوال السنة؟ وش يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ من بعد قال وفضل يوم الجمعة على بقية الأيام كفضل شهر رمضان على بقية الشهور. أيضا والصدقة في يوم الجمعة، والصدقة في يوم الجمعة بقية الشهور. أيضا والصدقة في يوم الجمعة، والصدقة في يوم الجمعة خير من الصدقة في غيرها من الزيادة على رأس المال. أيوة، هو رأس المال، الزيادة على رأس المال الذي تنتج عن ولادة المال للمال في العنصر الزمني. فائدة المشروطة المحددة سلفا الشروط وهو الربا المحددة سلفا، هذا هو الربا. الإحصان يعني العفاف، بشرط أن تكون المرأة عفيفة تحفظ الرجل في فراشه. الحقيقة هو الحقيقة والمجاز كيقولوا ليه. جم من العلماء لا يرون وجود القرآن في بزاف العلماء كيقول لك ما كاينش المجاز في القرآن، وبعض أهل العلم أفذاذ مثل الأولين قال لك سيدي كاين المجاز في القرآن. قال من مس ذكره، النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره الحديث ظاهر. فالعلماء من يختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال، أرجحها وهو الذي تجتمع به النصوص أن الوضوء من مس الفرج القبل أو الدبر من المرأة أو الرجل سنة. تجب في الفلوس، الزكاة في الفلوس، النقود وفي الذهب والفضة، إلا إذا كان الذهب والفضة من الحلي، إلا إذا كان من الحلي المستعمل. رداءه السلهام ديالو، حيت السلهام ديالو الرداء على الأرض وفرش هذا الرداء على الأرض، ثم جلس هو والمرأة العجوز، ثم جلس هو وهذه المرأة العجوز اللي يجي مهيمن على كل شيء، وأنزله الله منجما مفرقا في 23 عاما على قلب خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. كاف ديال العشر كذلك سنة قربة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأيام الأواخر أكثر من القياس. إذا أتت عليها الحيضة أو ولدت في العشر الأواخر من رمضان أكثر من كتولد في العشر الأواخر. فأقول بالله تعالى التوفيق. الرهن كي داير هنا؟ الرهن ديالنا في المغرب، الرهن في المغرب اش كيدير؟ هو قرض بحال القرض، بحال السلف، كيمشي هو كتمشي عند. الو السلام عليكم. السلام عليكم. كي داير اخويا؟ لاباس عليك؟ الحمد لله خويا، بارك الله فيك. واش ابو حمزه هذا؟ ان شاء الله خويا، تفضل. واحد السؤال الا كان ممكن. يلا تفضل اخويا. علاش كدير السماعات كتنقل من الشيوخ وداكشي؟ جاوبنا بصراحه دابا. كندير السماعات وننقل من الشيوخ، يعني بغيتي انت؟ لا دابا سؤال. ندير شي حاجه ديالي، انت بغيتي دابا؟ ودير شي حاجه ديالك، بحث وقلب وهضر في حاجه ديالك، ماشي بالضروره زعما تنقل من السماعات. بزاف كتبع بزاف. راه كنتبع انا الاحداث، راه الفيديوهات ديالك كاملين شفتهم. ياك؟ كاملين شفتهم. امتى خرجت السماعه؟ ودابا انت المشكله ديالك ما كتقولش راني كنقل ولا ملي كتهضر شي فيديو اسمعني. دابا فين كاينه؟ دابا شتي ما كتلقى ما دير، دابا ما كتلقى ما تقول، دابا ما كتلقى ما تقول، ما كتلقى ما تقول. ديما نقول ما غاديش نضيع الوقت. انت ماشي داعيه، ما تسميش راسك داعيه كاع، ما تقولش انت داعيه، ما تقولش داعيه انت. شتي راه الداعي كاع ما ودابا قول اللي بغيتي. دابا ملي فضحك الله صافي ما عندك ما يدير. انا راه نجي عندك المطعم، انا راه نجي عندك المطعم، غادي نجي عندك فاصافا. لما جيتي لما طحنت امك راني ماشي عاد. انا نجي عندك المطعم تما وتشوف، وديك الساعه قول هاد الهضره اللي كتقولها دابا قولها لي فاصافا، قولها لي فاصافا. انت غير نقال، واجي باش نوريك. انت غير نقال دابا، المهم انت غير نقال ونصاب. فين كان اود البريه؟ فين كان ديك الساعه الصناطات شحال هادي؟ انت خرجوا الصناطات اود البريه. ملي دار صفحه جمانشو عاد خرجوا الصناطات اخويا، عاد سير باش تعطي النور ديالك بحالو، سير عطي النور ديالك بحالو، انا مخير. يا داعيه يلا المسخ داعيه. انا سير شوف اختك فين كاينه، راه اختك مع الكحوله. يا سلام الله. يا خويا وشحال ديال الزعامه فيك تدير لايف وانت داير السماعات في ودنيك وتتسمع للشيوخ واحد اخرين وتجي تعاود لينا ومصطفى تكون غير كتنقل داكشي هو هذاك، والمشكل هو انك تتنقل وتتزقل الهضره اللي تتسمع. دابا غير تخيلوا معايا يكون داير اللايف ومن بعد تمشي ليه الكونيكسيون ولا يطفي ليه التليفون، شنو غادي يوقع عليك ديك الساعه صاحبي؟ المسلمين الان يحكمها غير المسلمين هي هذا. طيب اغتصبت أرضنا في أرض المسلمين، اغتصبت أرضنا مثلا في
اغتصبت ارضنا في ارض يفوتني طاحت لي بالنسبه للفلوس هذيك اش اللي عندك رساليه ديال الودن تقلب معايا هذيك ديال الودن السيد حبس الخطبه ديال الجمعه ورجع تيدير واحد الجمع خاص به وتيجمع فيه العيالات والرجال وتيبقى يجمع فيه الفلوس والذهب. صاحبي حنا كنترعدوا اخوات شي اخت فيكم تحيد السلسله ديالها ديال الذهب ولا تحيد هذاك وتبدا ان شاء الله الرحمن تقول هذا لله عز وجل، هذا ديال سيدي ربي سبحانه وتعالى، هذاك الارمبونت اوفن كاتينغ اوفن اور دينغ وي تطبيق اور يا هذيك اللي كيقولوا الحلقات. يلا الاخوات شي وحده فيكم تحيد هذاك الشيء اللي في يدها كامل وتقول لك هذا لله جل وعلا، ما غناخذوش حنا، ما غيديش للجنه ولا غيديش، غتجي به هنا وغادي يتباع باذن الله تعالى عند مول الذهب والفلوس ديالو غتمشي للجامع ان شاء الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. شوف ابو حمزه، هي مزيان دير الخير ولكن بغيت نسولك ما تديهاش من اللي قلت الصواب. شحال جمعتو كاع من الفلوس بالضبط؟ عطيني غير شي فكره وصافي. 3 أيام دعويه طلبنا الناس ان شاء الله جميعا باش نتوحدوا. كانت اول 3 أيام جمعنا مبلغ 500,000 يورو. واش هاد المساجد اللي تتعطيوهم هاد الفلوس تتعطيوها ليهم كامله ولا تتاخذوا منهم الاتعاب ديالكم؟ عزيز خدا سيدي من شي جامع، عطاه شي جامع، مالك انت؟ شوف بلا ما تعصب لينا، انا غير دخلني العجب حيت انت ما خدامش ولكن تبارك الله عليك عندك واحد الطوموبيله رائعه وصافي. المهم ما عاد اسمح لينا على هذا السؤال اللي سولنا عليك حيت ماشي شغلنا. كان يأخذ نسبة من التبرعات التي يجمعها، هذا لا يجوز. يعني أنا عندما أتبرع ب10 دنانير يأخذ دينارا منها، أنا تبرعت على أساس أنت تأخذ دينار ملك. وممكن تورينا هاد الفلوس هذه اللي كتجمع فين كتمشي؟ مبادرة اللي نقدروا نخفوا شوية على اليتامى والمعوزين والمحتاجين، فبدينا هكذا بشوية، بغينا نديروا شي 10-20، فإذا بالجميع تضامن معنا وصلت ل 216 حتى ل 218 حولي ولا خروف. شوفوا الشباب، يمكن راه ظلمنا السيد. شوفوا راه بغى يتبرع 300 حولي للناس اللي ما عندهمش. صراحه انا قلت يمكن داك الحواله اللي غادي يجمع باش يفرق غادي يكونوا من الفلوس ديال التبرعات من داكشي اللي تتجمع من عند المحسنين. ساعه هو جمع عليه بزاف ديال الناس وبقى تعيط للمحسنين في التليفون داير اللايف باش يجمع لهم الفلوس، ماشي مشكل. ولكن الحاجه اللي شقلبات لي دماغي هو علاش تتعيط لهم بالارقام وماشي بالاسماء. صيفط غنشوفوا النمره 38 واش غيعيدوا ولا لا. كاينه واحد الحاجه اخرى نسيت ما قلتهاش لكم. واحد الناس اللي كيتفرجوا فينا من بعيد، واحد السيد عيط لي قال لي بغيت نعيد لهذيك المراه. قلت لي هذيك المراه خصها تقيد اخويا، وانا اللي بغى يعيد لشي واحد بوحدو يعيد ليه، غير انما انا قيدت الليسته، ماشي شي واحد عجباتو واحد المراه جالسه عطي لهذيك، هذا ماشي عدل. هذا ياك قلت لي اخويا مرحبا على الراس والعين، ولكن ديرها انت. اللي بغى يعيط ليا يقول لي عيد النمره 40. ياك حنا في دوله الحق والقانون، واش ما عندناش القانون اللي غادي ينظم لينا هذا الشيء هذا؟ واش اي واحد ممكن ياخذ تبرعات ويديرهم في الحساب ديالو الخاص به ويفرق منهم اللي بغا ويخلي اللي بغا؟ بزاف ديال الناس اللي تيتفرجوا في هذا الفيديو تيدور في راسهم هاد الاسئله، هو غادي نجاوبكم على حسب المعرفه ديالي. راه عندنا القانون في البلاد اللي تينظم هاد الشيء هذا، وهاد الشيء هو اللي غادي نهضروا عليه حاليا. تيضمن لينا القانون ان دوك الفلوس اللي كنعطيوهم صدقه راه كتمشي لدوك الناس بالضبط. اول حاجه تيركز عليها هاد القانون هو انك ما خصكش تكون انسان عادي، يعني خصك تكون مع شي جمعيه ولا مؤسسه ولا منظمه. السي وزير العدل، السي وزير الداخليه، فيقوا معنا الله يجازيكم بخير وشرحوا لينا هادشي هذا باش نفهموا كيف يعقل ان واحد عادي تيجمع في الذهوبات وفي الفلوس وهو ما تينتمي لحتى شي جمعيه ولا حتى شي مؤسسه ولا حتى شي منظمه، داخل عليها غير سنطيحه على اساس باش يبني الجوامع ويفرشهم. وراه كنا باغيين نديروا الخير. وهنا غادي نسولكم، واش عادي نمشي نجمع الذهب ديال عباد الله وندير به هادشي هذا كامل؟ هنا غادي نستغل الفرصه وغادي نسول ابو حمزه واش داير شي جمعيه ولا شي مؤسسه. ماشي جمعيه، هذا الشباب ديالنا صافي ما عندناش جمعيه. الا رجعنا للقانون
الرقم 1818 اللي تنظم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع مساعدات للأغراض الخيرية، وبالضبط في الباب ديالو الثاني في المادة 7 أن أي واحد بغى ياخذ تبرعات خاصو يمشي ياخذ ترخيص من عند شي إدارة، وكما قلت لكم خاصو يكون جمعية ولا مؤسسة ولا منظمة. فهمتي أستي أبو حمزة؟ راه هذا هو القانون، ولكن هنا راك انت خالفتي القانون، وهذا الشيء اللي خلى بزاف ديال الناس يتهموا السيد بأنه ما مزيانش. نصبتي على المغاربه كاملين باسم الله وباسم ديال الدين وكاع العالم كامل عاقبك، يعني اللي تولات كاين ما يهضروا عليك. بالله عليك ديك السيده اللي عطيتيها الحولي ب1000 درهم ومسكينه باعته ومشيتي صورتيها وقلتي لها رجع لي الحولي ديالي، كل حقر كيجيب الله حقارو. انت فوتي الحدود وهذا المنبر اقول لك ابعد عن مدينه طنجه. ابو حمزه راه القضيه عندك مرونه بزاف، ولكن عندك الحق ترد على هاد الناس هادو. موسخ والديك ما نجبدهم يا بالموسخ الاخر. الشكايه خصك تمشي ديرها بختك ماشي بابا حمزه. الشكايه خصك تمشي تقلب على الاخت ديالك فين ابا حمزه بزاف عليك شكايه. هذاك الاخر كبيرهم كبيركم راه بيدوفيل، يعني بيدوفيل بما المكان كيبيع ديالو. ايوا شتي باش تكون تعطي الخطبه ديال الجمعه وتكون داعيه وتهضر بهذا الكلام الخايب، راه صعيب يتعيثق فيك شي واحد ويعطيك فلوسه. تخيلوا معايا كنحط واحد الفيديو ديالو وتيقول باللي واحد السيده كانت تموت عيطوا ليه ولادها ومشى لعندها وتيقول الروح ديالها غادي تخرج. قالت ليه انا هي اللي وعدتك باش انني نعطيك 1500 اورو وكنت عطيتك غير 500 و1000 اللي بقات ها هي من تحت الخديه. المهم بلا ما نعاود لكم انا هذه القصه هذه نخليوه هو يقولها لكم بفمو حسن. قالت لي واحد المراه في التليفون الو السلام عليكم سي عزيز، وكتنهج سي عزيز جي عندي الله يرحم بك. شكون انت؟ لا انا فلانه. هكا ولدي غير يهضر معاك. هزيت التليفون مشيت لقيت الوليدات ديالها واقفين وهي على فراشها تنتظر لحظه خروج روحها الى بارئها. الاطباء عجز الجميع، والمراه هذه ناعسه، وانا الان كما انظر اليكم واحدا اراها الان امام عيني ناعسه مسكينه فوق السداري، واذا بها شهيق وزفير. سبحان الله العظيم. مالك الحاجه اش كاين؟ ولادها قالوا لي تزاد عليها الحال، والاطباء قالوا انه اللحظات الاخيره ديالها. مرحبا مالك وعلاش عيطتوا عليا انا؟ قالت لي واحد النهار في خطبه الجمعه سمعتك كتقول للناس 1500 اورو الواحد باش نكملوا الجامع، انا عطيت 500 بقى لي 1000 ديالي ها هي تحت المسند. خديت بحال هذا الانفلوب لقيته 100 خضرين، هزيته شديت بحال قالت لي 1000 ها هو 1000 ديالي، وهي كتهضر معايا يعني الانسان متاثر. التاثير على عيني، بغيت نبكي ما قدرتش حداها فبديت كنقرا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول، وأنا أقرأ لقد حق القول وإذا بروحها تذهب إلى بارئها. فكان آخر ما فعلت الله عز وجل خبر الروح ديالها وأنا كنقرأ على ياسين بعد اتصال وجينا، فكان آخر ما فعلت أنها فقط لبيت من بيوت الله جل وعلا. المرأة ماتت دابا الآن أكثر من 6 أو 7 سنوات، والمسجد كيطلع دابا كيتبنى. وهذه المرأة ايوا كما سمعتوا السيدة ماتت الله يرحمها هذه 7 سنين والجامع باقي تيتبنى، ولكن ممكن يكون داك التبرعات اللي جمع صوب بهم الطعام الفاخر ديالو اللي كاين في مدينه طنجه. دروا على الحريره ديال 50 درهم، ما شرب الحريره ما خلى الناس تشرب الحريره. ها هي جايه بلاتي الحريره بلاتي تجي تحط قدامك. راه عطيني هو ملي درت هذه الحريره هذه بلاتي، هذه الثانيه، هذه الاولى اللي كنت هذه ب 60 بلاش هذه ب 60 ياك بلاتي ما تبينش الدنيا. لا ما بيناش، لا انا نتايا انا مش خافش. هذه دابا ب 60. هذيك بريوه ديال اللوز، بريوه ديال الحوت، هذا السيجار كيقولوا لي السيجار تا سميتو عرفتش غندير نخليو هذه من بعد نشوفوا. هذه الحلوه ديال 50 درهم. هذه الحلوه دابا ماشي انت ودير حل الناس يضرب براسو مع لا الناس الكليان ولا هذا اللي غيجيو. هذه ملي كنت كدير هذه الحلوه شد الحاجه هذيك هذه وهذه ما تستاهلش الفريال. وشوف المكان اللي جالس فيه.
بغيت غير نعرف السي ابو حمزه واش ديك الحريره اللي دايره ب50 درهم زدافه باش مصوبه؟ يمكن مصوبه بديك مطيشه اللي كنهضر عليها الناطق الرسمي ديال الحكومه اللي ب9 اورو. ملي كتشوف بعض الدول المتقدمه كدير فيها مطيشه 9 الاورو، هل فشلت هذه الحكومات؟ شنو غنقولوا لها بهذه المنطقه؟ مؤخرا سمعنا بلي شي واحد جا من برا والسي ابو حمزه سحب له لاباس عليه ودار ليه واحد القالب ما كاينش بحالو، باع عليه الطاجين ب 1900 درهم. نقول واحد الكلمه عبد الصمد، انا راني ديجا في المغرب مشينا اسيدي هذاك الانسان انا تنعرفو هذه مده، مشينا اسيدي نمشي وقال لك لعند ابو حمزه دار لي خويا عبد الصمد واحد النصبار جينا اسمع دخلنا مرحبا بكم مرحبا بك، قلت له اسمح لي السلام، قلت له ابو حمزه واش يا وقيلا ساليتو، قلت له ما نديرونجيكمش، قال لي لا ما ديرونجيوش، جلسنا بغينا نشوفوا هذاك المنيو زعما داكشي اللي تيقدموا في المأكولات وداكشي. قال لي ما محتاج، قال لي شنو بغات الكريشه، اقسم بالله لا هكا، قال لي شنو بغات الكريشه. واحد الوقيته كلينا وشربنا هكا مسحنا هكا، واحد الوقيته منين وصلنا لاكيس اقسم بالله الا قال لي هذا الطاجين اللي كليتي هذا اللحم، قال لي ما كاينش في المغرب، قال لي ستي المغرب كله ما فيهش هذا اللحم. واخا شحال خلصتي في الاخر؟ شحال خلصتي في الاخر؟ والله العظيم اخويا لا خرجات قول بشي 1900 درهم. ديالاش؟ فيها طاجين وفيها شي 6 ديال المشروبات وفيها 2 ديال الزلايف ديال الحريره ما شربوهمش ولادي. علاش هاد حلاوه اللسان اللي هضر بها هاد ابو حمزه مع هاد السيد ما يستعملهاش مع الناس اللي ما عندهمش واللي تيفرق عليهم دوك 300 حولي اللي قال؟ شحال كتشكيو بزاف؟ علاش؟ لا بلاتي علاش الشكوى بزاف؟ الشكوى وحنا اش عندنا؟ انت كتسحبها بوحدك اللي عندك الله. زيدكم واحد الحاجه اللي ما كتدخلش للدماغ، تخيلوا معايا باع الحبه ديال الروز ب50 اورو اللي هي 500 درهم مغربيه. غادي ندير بها التاريخ، غادي نحسبها حبه غنبيعها ب 500 درهم 50 اورو. اغلى روز في العالم، علاش ما نكونش عندي اغلى روز؟ ماشي تاريخ انك تبيع حبه الروز ب 500 درهم ب 50 اورو. شنو التاريخ عندك انت؟ هكا كنت كندير في المساجد باش كتلقاو ديك الاموال وداكشي اللي كنجمع في المساجد. راه هذه الطريقه انا اللي خرجتها. اسطوره، نعم لما لا؟ اسطوره، علاش لا؟ ما تخيلش الناس، انتم المشاهدين ديالي باقي ما تخيلش بزاف. ما تقول لي لا غادي نعاون لا غادي نعاون، انا كنبيع الروز. غتشري من عندي حبه ديال الروز؟ غنشري حبه ديال الروز ب 50 اورو صدقه. لا ما بغيتكش تقول لي صدقه، انا بغيتك تقولي لي انا ما باغيش نديرها صدقه، انا بغيت نبيع وندير بها اللي بغيت. انا بغيت ندير التجاره. بغيتي تشري من عندي حبه ديال الروز باش ب 50 اورو. شكرا اختي، بارك الله فيك. وريني السي حمزه شنو بعتي واحد اخر. هذه احد الاخوه قال لي قبيله اتحيد هذه المكانه وغادي نبيعوها في المزاد العلني. المكانه وصلت ل 7000 درهم. كندارني راسي شوف كيف راحت كندارني راسي. كنقول للمراه كنقول لها والله الا دارني راسي. غتبدا ب5 الورقات 500 درهم. راه 1000 درهم حتى 1000 درهم. والله تنحيد كلشي اليوم، خلي نجي السكره. الصراحه انا بغيت نهضر وحشمت، ولكن هنا غادي نستعن بالاخ الياس المالكي حيت ما يمكنش نخليها في قلبي، هو غادي يهضر في عاوطي. داعيه للنصب، انت اكبر نصاب، انت كدير ليزيات وكتبدا تقول للناس زعما راه انت نصاب سير، ولا مشيتي عند البوليس راه غيشدوك حيت انت ديجا الناس مديكلارين بك. ديال الكلبه كان خاصناكم اش فهمنا في دين امكم. تفو على ناس قنص قصيفه صاحبي، الله ينعل توصل معدن اي مو واحد